اسعد الله مساكم متابعينا الكرام، الله يحييكم. عندنا مقارنه سريعه بين الفورد التريتوري 2026 الفيس ليفت الجديد والفورد تريتوري 2025 الشكل الاول، وايش الاختلافات بين السيارتين. تابع المقطع. ال 2026 نزلت فيس ليفت متغير كامل عن الشكل القديم باضاءات LED على الواطي وليد نهاري بدون كشافات اماميه. ل 2025 نفس الشكل المعتاد، اضاءات LED على الواطي وفيها ليد نهاري. 2025 جنود كروم مقاس اللي هو 18 انش اللي هو باللون الفضي. 2026 نزلت بجنود كروم ولكن مكحله ومتغير الشكل. 2025 استهلاك القوة 15.9 بتقييم ممتاز. 2026 15.6 بتقييم ممتاز بلس، يعني استهلاك اقل من 25. 2026 كاميرا خلفية 4 حساسات خلفية، وحصل تغيير بسيط على اللي هو الصدام الخلفي للسيارة، يعني خففوا شكله شوي اللي هو الصدام اللون الاسود اللي من تحت. 2025 نفس الطريقة 4 حساسات خلفية مع كاميرا، ولكن الديفوز الخلفي للسيارة اكبر من 2026. من داخل الفئات اللي هو الترند ما في اي تغيرات، الاختلافات كانت على الموديل 2026 في الفئه الاعلى فقط اللي هو البريميوم، نزلت داخل جلد باللون الجملي وتغيرت قصه المراتب. في 2026 نزل الديكور الامامي عليه تخريم زي ما تشوفون، كذلك على المراتب وكذلك على الكونسول الوسطي للجير. اما باقي الاختلافات ما في اي شيء متغير في السيارتين. 2026 اللي هو فتحة التهوية الخلفية وكذلك اللي هو التكييف، نزل فيها 2 منافذ شحن اللي هو تايب سي. ل 2025 فتحة التهوية خلفية نفس الطريقة، ولكن منفذ شحن خلفي اللي هو USB فقط. أما الاختلاف في السعر 4000 ريال بين فئة الترند وفئات اللي هو ال 2026 و 2025. 106,500 ريال شامل الضريبة يتبقى على كل لوحات والتامين، 102,500 ريال شامل الضريبة يتبقى على كل لوحات والتامين. طبعا هذا ورد الوكيل الخليجي، يشمل ضمان الوكيل في السعودية.